ويظل الدعم الاجتماعي هو واحد من المستجدات أو لا واحد من الأوراش الجديدة في بلادنا، التي كيف ما قلت جات بتوجيهات من جلالة الملك، والتي تشرفت هذه الحكومة بتنفيذها. عشرات المراسيم وأيضا عشرات القرارات من أجل وضع أسس هذه المنظومة الجديدة. آخر مرسوم نذكر به الذي صدقت عليه الحكومة في هذا المجال هو المرسوم المتعلق باستفادة من منحة خاصة بالأطفال اليتامى والأطفال نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية، تنفيذا للمادة 16 من القانون 58/23، بمعنى أن هؤلاء النزلاء في حالة أنهم تم تقديم الطلبات ديالهم الوكالة وتمت الموافقة على الطلبات ديالهم، غادي يتحصلوا على هذه المبالغ، على هذه 500 درهم في حسابات خاصة بهم. حينما ستنتهي فترة الإقامة ديالهم بهذه المؤسسات لسبب من الأسباب، غادي يغادروا وغادي ياخذوا هذيك المبالغ المهمة اللي غادي تساعدهم إن شاء الله في بداية المسار ديالهم. هذا تحول كبير جدا في الرؤية للورش ديال الحماية الاجتماعية. أيضا الأرقام والإجراءات التي قامت بها الحكومة هي إجراءات كبيرة والأرقام دالة. نعطي مثال أو لا نعطي الأرقام المتوفرة إلى حدود الآن. فهذه المنظومة كتشمل بالضبط 3.9 مليون أسرة، يعني حوالي 4 مليون أسرة، منها 2.4 مليون أسرة مكونة من أطفال، و1.5 مليون أسرة بدون أطفال. هذه المنظومة أيضا استفيد فيها 5.5 مليون طفل، و390 ألف أرملة، و1.3 مليون مسن. 390 ألف أرملة بمعنى أنه الأرقام التي كانت تستفيد سابقا قبل إقرار هذه المنظومة ديال الدعم مضاعفة 4 مرات. هذا الدعم هذا يشكل واحد من الأركان الكبرى التي توضح الفلسفة ولا الرؤية لهذه الحكومة في شقها المرتبط بإقرار الدولة الاجتماعية. وهذا التوجه هذا حرصت على الحكومة باش تعبأ له مختلف الإمكانات المالية لكي يعرف النجاح. مثلا ورش الحماية الاجتماعية احنا كنتحدثوا هذه السنة على حوالي 41.5 مليار درهم، هذا دون ما نتكلموا على مختلف الإجراءات الأخرى الواردة في الميزانية. إذن هذا الورش ديال الدولة الاجتماعية، خاصة في العنوان ديالو البارز الكبير اللي هو الدعم الاجتماعي، هو واحد من المجالات اللي الحكومة عملت فيهم مجهود كبير. طبعا كل الفضل يعود لجلالة الملك اللي وضع هذه السياسة وعطى التوجيهات، والحكومة نجحت في تفعيل هذا الورش بشكل إيجابي. المؤشر الذي تشتغل به الحكومة، وطبعا هذا تطرح غير ما مرة في البرلمان وغيرها في مختلف المؤسسات اللي عرفت نقاش، هو أنه نحن في الوقت الراهن الهاجس اللي كان عند الحكومة هو أنها تخرج هذا الورش في شموليته. تعرفوا بأنه مجموعة من المراسيم. نحن الآن في فترة ديال التنفيذ ديال هذه السياسة هذه، وطبعا غادي نحتاجوا لبعض الوقت باش نستخلصوا هذه الدروس ونشوفوا الإشكالات اللي كاينه، لكن الحكومة منفتحة على مناقشة هذا الموضوع بشكل يسمح بمعالجة مختلف الاختلالات اللي ممكن أنها تسجل ولا تكون. ما تنساش تدير لايك وتخلي رأيك كيهمنا بزاف.